اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا فيلم ذا روزز بطوله بنديكت كامبرباتش، اوليفيا كولمان، واندي سامبرج. For you, dear, I'd do anything. I do believe that's true. It really is. الفيلم بيتكلم عن زوجين بيحبوا بعض جدا. في يوم من الايام بيحصل عاصفه، العاصفه دي بتاثر على عمل الزوج، بتهدله كل اللي بناه طول حياته، وبتاثر على عمل الزوجه ان هي بتخليها مشهوره جدا جدا جدا. Rose, my favorite architect. How's married life? The kids are amazing. We're going to the beach! Right, don't drown. Ivy, it's a monster success. من هنا بتبدأ خلافات ما بين الزوج والزوجة على واجبات كل واحد فيهم، وعلى التضحيات اللي بيقدمها كل واحد فيهم. يصحبها الكثير والكثير من الكوميديا مع نقاشات حلوة جدا. Would you do a photo shoot for New York Magazine? Nude? I don't think so. Oh, I'll do it anyway. But you are still a failure. You got fired. Fired? عودة كوميديا البريطانية. دايما بحس ان الكوميديا البريطانية دي كوميديا تنكة، كوميديا لابسة جرافطة وهي جاية تكلمك كده. ومع ذلك دي من اكتر انواع الكوميديا اللي انا بحبها، لانها كوميديا ذكية، كوميديا فيها غرور، كوميديا فيها تناكة، كوميديا فيها كل الحاجات اللي انا بتمناها من اي فيلم. I sense trouble. How was your day? The neighbour's dog shat in the laundry. The kids have got knit together. My left eye's twitching. More champagne for me, please? If you need a shoulder, عشان كده الفيلم ده كان بالنسبة لي ممتع جدا. فيلم فيه كوميديا حقيقية، فيلم فيه نقاشات ذكية، فيلم بيوصل للدراما في كتير من أوقاته، فيلم فيه تمثيل حلو جدا، فيلم فيه اوليفيا كولمان وبنديكت كامبرباتش. عايز ايه يعني؟ or an inner thigh to lean on. What? I'm kidding. واحلى حاجة في الفيلم ان الفيلم مش منحاز لطرف على حساب التاني. فيلم كوميدي بيوصل لبعض الحالات لان هو يبقى هزلي، ولكن عمره ما وصل لان هو يبقى سطحي. فيلم كل نقاشاته عميقة، فيلم فيه كلام تحسه بنتا، فيلم حقيقي محتاج تشوفه. Everybody seems to think We hate each other? I suppose sometimes I do hate you. Sporadic hatred. it's infused with tarragon. نبدأ بأول إيجابية بالنسبة لي، إن الزوجين سايكو. أنت شوية بتبقى واخد طرف الراجل وشايف إن هو اللي معاه حق، وشوية بتبقى واخد طرف الست وشايف إن هي اللي معاها حق، بس في الحالتين الاتنين مجانين. أنت شايف الزوج في أقصى استحقاقيته وفي أقصى استفزازه، وشايف الزوجة في أقصى مواقفها الاستحقاقية وفي أقصى استفزازها، ومع ذلك متأكد 100% إن الاتنين مجانين. وفي وقت ما ده مستفز وفي وقت ما ده مستفز، لا عارف تكره ده ولا عارف تكره ده. ما انت معاك بنديكت كامبرباتش واوليفيا كولمان، حاجه ممتعه جدا يعني. It adds a bit of bitterness. Ivy likes to leave a little bit of herself in everything she does. I love this fun banter you guys do. Sometimes Ivy's mad at me and I can't even tell. بما اننا ذكرناهم تعالوا نيجي للتمثيل. اداء بنديكت كامبرباتش واوليفيا كولمان حلو جدا، سواء في مشاهد الكوميديه اللي هم عاملين فيها اداءات مضحكه جدا واداءات سلسه واداءات تضحكك بجد. Sometimes he's got his cock in me and I can't even tell. We are done. I say when we're done. I دي just مشاهد الدراما اللي بتخليك متأثر 100%. انت عندك في الفيلم ده مشاهد درامية كاملة، ومع ذلك هو فيلم كوميدي. want the house. I built it. Oh, you're not having the house. We want everything. And he walks out of here with his face still attached. Right, Bruno? نيجي للكتابة والحوارات. الحوارات ذكية جدا، الحوارات والمناقشات هات وخد، مفيش طرف بيكسب على حساب طرف. كل نقاش بيخلي لك الشخصيتين دول سايكو 100%، بيخلي لك الشخصيتين دول انت عارف مين الشخصية اللي معاها حق في الحوار ده، بس مش عارف مين الشخصية اللي معاها حق في المطلق، لأن مفيش شخصية معاها حق في المطلق. الاتنين مجانين يا جماعة. You're a bottomless pit of need. You're just making me madder. ان الفيلم ده متاخد من فيلم قبل كده ومتاخد من قصة، الا ان هو تم اعادة صياغته عشان يبقى مناسب للايام الحالية. ومع ذلك انت بتحس بكل مشهد فيه، كل مشهد حقيقي كأن الفيلم ده مكتوب للايام. I get this wart. Jesus, no. فالكتابة حلوة جدا، الشخصيات ذكية جدا، المناقشات هات وخد. عندك نقاشات بينج بونج كتير، واحد بيقسم جبهة واحد التاني يقوم قاسم جبهته، والحاجات اللي احنا كلنا بنحبها دي نقاشات ذكية 100%. Things are getting a little out of أهم من ده نقاشات ممتعة 100%، لأن احنا بنتكلم عن حاجات الناس ما بتبطلش تتكلم عنها كل يوم. مين اللي المفروض ياخد باله من الأولاد، الراجل ولا الست؟ مين اللي المفروض يصرف على البيت، الراجل ولا الست؟ مين اللي المفروض يضحي بحلمه عشان التاني، الراجل ولا الست؟
هو المفروض حد يضحي بحلمه عشان التاني؟ ما علينا. المهم النقاشات حادة جدًا، المواقف ما فيش حد محايد، كل واحد بيدافع عن وجهة نظره باستماتة، ودي أكتر حاجة ممتعة، التشجيع يا A أخوانا. little out of hand. Oh, you think? I don't think you have the capacity to fix your problems. الفيمينيستات هيشجعوا الست، الرجالة التوكسيك هيشجعوا الراجل، والناس السوية هيشوفوا إن الاتنين محتاجين يخشوا مستشفى المجانين. Are you actually allowed to say that? That seems unprofessional. Yes, like malpractice. وبما إننا بنتكلم عن الكتابة، عايز أتكلم عن مشهد عجبني جدًا، مشهد اتأثرت بيه جدًا، المشهد اللي بنديكت كامبرباتش كان عمل حاجة مهمة فيه وما رضيش يقول لمراته، فبعد كده أما مراته عرفت قالت له: "دي حاجة عظيمة، أنت ما قلتليش ليه؟" قام قال لها: "ما كنتش عايز أقول لِك عشان ما تبوظيش فرحتي، أنتِ كنتِ هتتريقي وهتبوظي فرحتي." مشهد اتعمل حلو جدًا، مشهد مؤثر جدًا، مشهد اتصاغ بطريقة حلوة جدًا، والأهم من ده إن الحركة بتاعة التقليل من الحاجات اللي بتفرح كل شخص، التقليل من الأعمال الإنجازية اللي شايفها كل شخص، دي حاجة بيعملها الراجل وبتعملها الست، فالمشهد ممكن تسقطه على الراجل وممكن تسقطه على الست. والأهم من ده والعبقري بالنسبة لي إنك أنت يبقى عندك حاجة تقولها، حاجة مفرحاك ومش لاقي حد تقولها له. مشهد حلو جدًا، مشهد ممتع جدًا، يعني دراما 100%. Ah, we'll be expecting a hefty discount. وطالما اتكلمنا على الدراما، نتكلم على الكوميديا. الكوميديا بالنسبة لي ممتعة جدًا، الكوميديا الذكية، الكوميديا اللي إفيهاتها الراقية أو إفيهاتها قليلة الذوق اللي عمالين يضربوا بيها بعض، إفيهات بس، وممكن ده يضحك على إفيه ده، الكوميديا البريطانية الصرف بقى، اللي هو إيه، 2 عمالين مين اللي يقول أبشع إفيه على التاني، بس إحنا مش هاممنا أي حاجة، إحنا هاممنا مين اللي هيكسب في النقاش ده، وأنت بتبقى ميت على روحك من الضحك، أنت شايف 2 عمالين يشتموا بعض شتايم ذكية جدًا وشتايم كوميدية جدًا، بس هم عايزين حد يكسب فيهم، مش مهم مين، بس حد يكسب، فدي حاجة ممتعة جدًا بالنسبة لي، عمري ما بطلت أشجع، فحاجة حلوة جدًا. I get this wart. Jesus, no. الجانب التاني بقى التسلسل الأخير اللي قلع جرافطة الكوميديا البريطانية ودخل في الهزل التام، ست بتضرب على الراجل نار من مسدس وهو بيحدفها ببرتقان، حاجة منتهى الضحك ومنتهى الإبداع وحاجة كوميديا صرف، بطلها بنديكت كامبرباتش وليفيا كولمان، اتنين يعني تحسهم تبع اجتماع أصلا، فما يطلع منهم الهزل ده حاجة في منتهى المتعة. You're a bottomless pit of need. You're just making me madder. لكن ده بشكل أو بآخر كان أساس المشكلة الكبيرة، وده يقودنا للسلبيات. أما دخلت الفيلم أنا ما كنتش شفت الفيلم القديم اللي بيتكلموا عنه أو المقتبس منه الفيلم، فأنا كنت جاهز لإن أنا آخد كل حاجة عايز يقدمها الفيلم ده كأنها أول مرة ومش مهتم خالص باللي فات. الفيلم ده قرر يتخلص من العباية الكوميدية الهزلية بتاعة الفيلم اللي فات ويضيف دراما كبيرة جدا، دراما مبتكرة للفيلم ده بس، وحقق ده في الجزء الأول من الفيلم بطريقة حلوة جدا. الفيلم كان درامي تقيل جدا مع الكوميديا وعرف يوازن ما بين الاثنين، Only degrees of losing. لأن هو كده ولا كده أدرك إن هو مش هيعرف يعلي على هزل وكوميديا الجزء اللي فات، فيلم دايركتد باي داني دي فيتو، فكده ولا كده مش هتعرف تعلي على الراجل ده. الفيلم اللي فات فيه ناس بتتشقلب من على نجف وحاجات غريبة، فاللي هو أنت مش هتعرف توصل للحتة دي، وهزل أصلا التصوير القديم بيخلي الموضوع مضحك أكتر. I'm sorry. فهو أدرك إدراك ذكي جدًا إن هو مش هيعرف يعلّي في الحتّة دي، فتعالَ ناخد دراما وعملها حلو جدًا. ليه محتاج تقفل الفيلم بنفس النهاية الهزلية؟ أنت كده دمّرت كل الحاجات الدرامية اللي أنت قعدت تبنيها عشان نهايته هزل. الفكرة إن النهاية بتاعة الفيلم القديم والنهاية اللي انتهى بيها الفيلم ده مش وحشة، ولكن أنت لا استفدت بالفترة اللي في الأول تبني عظمة من الهزل والكوميديا، ولا استفدت بالدراما الحلوة جدًا اللي أنت بنيتها، فاللي هو أنت دمّرت الجزء الدرامي بالكامل عشان النهاية الهزلية دي، عشان هي حلوة. أنا عارف ما تقدرش تمنع نفسك إنك أنت تقفل الفيلم من النهاية دي، ولكن لو كنت قفلته نهاية درامية أكتر كان بقى أحسن، لإنك أنت كده والّا كده بنيت دراما حلوة جدًا. بس دي أكتر حاجة ضايقتني الصراحة في الفيلم، وبالنسبة لي الفيلم كده والّا كده حلو جدًا، ممتع، فيه نقاشات ذكية، فيه كوميديا حلوة جدًا، تتر بداية عظيم، رسمه حلو جدًا، وفيه أغنية Happy Together اللي أنا باحبها جدًا، جدًا، جدًا. Imagine me and you, I do
لو فاكر أغنية هابي توجذر اشتغلت في فيلم إيه كمان اكتب لنا تحت في الكومنتات. هو فيلم إنتاج سنة 2002. لو عجبك الكلام ما تنساش تشترك في القناة وتشغل جرس التنبيهات. دوس لايك، اكتب لنا رأيك في الفيلم في الكومنتات، وفر في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.